السلام عليكم. اليوم راح نشارك معكم وصفة تقليدية جزائرية صحية سهلة ومهلة وبنينة بزاف اللي هي حشيش كويرات أو يسموها إيكورين بالقبيلية، يعني تاع ناس تيبازا. هذا الوصفة راهي من الوصفات التقليدية الجزائرية التيبازية، معروفة بزاف ضواحي شرشال، سيدي غلاس، داموس، مسلمون، قرايا، ومعروفة عند ناس الجبال. تخيلوا هذا الوصفة يا خياتي انها متكونة من اكثر من 12 نبتة، وتخيلوا نتوما 12 نبتة في أكلة واحدة. واش هي المنافع اللي راح تستفادوا منها؟ هذه ناس زمان يقولوا تنحي البرد من العظم. أني مولفة نحطها لكم في اليوتيوب، ونتمنى يعني تكونوا استفدتوا منها، وراح نوري لكم بعض النباتات اللي نحتاجوها باش نخدموا هذه الأكلة البنينة بالبزاف، ونزيدوا نحكيو على هذه الأكلة ثاني شوية. هذه مجموعة تاع النباتات اللي نحتاجوها، رزمات تاع حشيش كويرات. على بالي تحبوا تعرفوا منين جبتهم وكامل. هادو شريتهم لانه الان يعني في الطبيعه بسم الله هذا وين طاحت الشتا ومازال ما نبتش الحشيش تاع الكويرات هادو، يعني بالك داروها في البيوت البلاستيكيه. المهم اللي حابات شي حشيش كويرات راه متوفر في حجوت بكثره. سوق في البليده في باب السبت، يعني السوق القديم. وتاني كاين في شرشال تلقاوه بالك في قرايا، مسلمون وكامل، سيدي غلاس، يعني خاصة شرشال وحجوت متوفر حشيش كويرات. كما كنت تشوفوا هاد الرزمات فيهم واحد 6 انواع. دوك نبدا نوري لكم واش فيهم هاد الرزمات تاع حشيش كويرات. شوفوا هذا المتر، وفيه البسباس البري، فيه تيمرصات، فيه النبطة، فيه البيبراس. شوفوا وفيه النبتة الأساسية اللي هي الفليو. هذه البنات شوفوا هذه النبتة، هاي ليكم النبتة كما راكم تشوفوا، هذه تشبه للنعناع. المهم اللي حابة تشريهم يعني راهم متوفرين، يعني تشروهم هكذايا رزمات، يعني ماشي تروحي تحوسي عليهم ولا. اما اللي ينحيهم من الطبيعه هذا البسباس البري، وكاين الزعتر البري الاخضر. شوفوا كاين بزاف، يعني فيها شوفوا فيها المعدنوس وقزبر ونعناع، فيها البصل الاخضر، فيها قرنحار، فيها الفليو، فيها التيمزعترين، فيها النبطة، فيها المتر، فيها البسباس البري، وفيها الزعتر البري، وفيها انواع واحده اخرى يعني كاين اللي ماهمش هنايا. كما هذه راني نقي فيها هكذايا غير كما بدات يعني تلقح في الطبيعه. هذه يسموها تيمزعترين، ريحتها تهبل. يعني شوفوا ابار الكرافس ما ديروهش، والسلق ما ديروهش، والخبيزه ما ديروهاش، يعني هادو لا يجوز انه ديروهم في هذا حشيش كويرات، فهمتوا؟ وكي يعني الطبيعه تنبت هذا الحشيش ان شاء الله راح نروح للطبيعه نقطفهم ونزيدوا نوريها لكم يعني في الطبيعه، ونوري لكم كل نبته باسمها ووحدها هكذا. المهم هذا النباتات راهم متوفرين، مثلا كما التلمسان عندهم هذا النباتات، هذا المتر هذا عنده فوائد كثيره، الجذور تاعها راهي تنفع لانقاص الوزن، وتاني مليحه بزاف للشعر. شوفوا خياتي مثلا اللي ما عندهاش هذا الفليو تاع البيوت البلاستيكيه، يعني ريحته راهي ناقصه شويه على الفليو تاع الجبال. يعني الفليو تاع الجبال ما يجيش هكذا طويل وكامل، يجي هكا غير صغير، بصح ريحته قويه بالبزاف. شوفوا هاد الاغصان هادو تقدروا ديروهم مثلا في لي بون تغرسوهم هكا في الجنان ولا، وتاني تقدروا تيبوها التيزانه تاع الفليو راهي مليحه بالبزاف للبرد، فهمتوا؟ يعني نشربوها تيزانه. ونحتاجوا للبصل الاخضر، الورق تاع البصل، والثوم الاخضر، واذا كاين الورق تاع الثوم، وتاني الكراث. شوفوا خياتي اللي ما عندهمش هذا الصوالح كامل هذوك الحشاوش تقدروا ديروا معدنوس، قزبر، نعناع، وديروا البينتا راهي متوفره النبطه في كامل الولايات، وديروا زعتر البري راهو وقته الاخضر وقته بدا ينبت، الفليو كاينه، ديروا البيبراس هو مازال وقته تاني شويه غير كما راه يطل يعني في التراب. المهم ديروا قرنحار، يعني ديروا النباتات اللي عندكم. على بالي بعض الولايات شحال من مره نحط لكم هذه الوصفه في اليوتيوب يعني قليله، فهمتوا؟ يعني النباتات هادو متوفرين تقريبا في الولايات الساحليه.
انا راني كيما جدتكم نحب هكا نوري لكم الوصفات التقليديه، الوصفات الصحيه اللي تستفادوا منهم ويطلعوا المناعه، يطلعوا فيتامين د اللي راهم كامل الناس يعانوا من نقص فيتامين د في الجسم. المهم هذه الاكله اللي ياكلها والله يعني واش نقول لكم، ما يمرض، ما يشوف الطبيب، ما يشوف دواوات تاع الطبيب. لا، بعد ما نقيتهم خياتي بيا، انا نقيت لي فاستين، غسلته شحال من مره ودرتو لهنايا في كسكاس كما راكم تشوفوا لانه معمر بالتراب. المهم غسلوه مليح مليح. عندي لهنايا الاشوا، راح ندير هذاك الحشيش كامل لداخل وندير ونرحي في الاشوا. اللي عنده ديك الرحيوه اليدويه التقليديه يرحي فيها. المهم والاهم نتحصلوا على حشيش رطب 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 بالبزاف. اللي جديدة نقولها مرحبا بك، أهلا وسهلا. نتمنى تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس باه يوصلكم كل جديد. ديروا جيم على الفيديو، واللي تبغي روتينات وصفات جولات في الجبال وكامل، قناتي الأساسية اسمها مطبخ وتدابير التيبازية. تلقاو قناتي فيها بزاف فيديوهات شابين. شوفوا نرحي مليح. حنايا بكري الجده تاعي والام كنا نرحيو نقطعوه غير بالموس على لوحه ولا في الجفنه، نحكموا الموس قاطع ونقعدوا نرحيو في هذاك الحشيش حتى وين نقطعوه رطب بزاف. بصح دوكا كاين التاويل. هنا عندي ثوم، كثروا شويه ثوم، نسكرفج هذيك الثوم. والوصفه التقليديه يا البنات فيها الشحم، نديروا فيها الشحم. بصح دوكا ما كاش ليه بغي ياكل الشحم، خاصه كي يكون الشحم يابس فيه الريحه، فهمت؟ وتبغي الحار سورتو كي يجوا حارين بنان بنان بالبزاف. وهاد الاكله يعني ناكلوها مع العدس مع البيصار، ولا نشربوا بها القهوه مع الصباح. بالقهوه بنه عظيمه، والله بنه عظيمه. كتبوا لي في التعليقات اللي موالف ياكلهم. هنا خياتي نروحوا دوكا طريقه تحضير حشيش كويرات ايكورين. هنا عندي سميد نصف خاشن، لازم السميد نصف خاشن. ملاحظة مهمة، كمية الحشيش تكون أكثر من السميد. هذه ملاحظة لأني شفت بزاف في الفيسبوك وبعض القنوات اللي داو الوصفة ما عرفوش كيفاش يخدموها، يديروا السميد أكثر من الحشيش، وهذه غلط. الحشيش يكون أكثر من السميد. انتوما كيلو، فهمتوا؟ 2 كيلات حشيش بكيلة ناقصة شوية سميد حرش. هنا درت الملح. وثاني ملاحظه، الملح ما تكثروش، على خاطر هذا النباتات اصلا فيها كميه من الاملاح طبيعيه، يعني لو كان تكثروا الملح تجيكم يعني مالحه بالبزاف هكا. المهم السميد النصف خاشن. مثلا 3 كيلات حشيش نديروا معها كيلة معمره تاع سميد حرش نصف خاشن، فهمتوا؟ واللي حبت تدير دقيق تاع الشعير او دقيق تاع دقيق الشعير، هنا دير تنقص شويه من السميد دير الشعير. المهم يا اخياتي ما تكثروش السميد. يعني نقول باللي كميه الحشيش لازم تكون اكثر من السميد، هذه ملاحظه مهمه. هنايا خلطت مليح مليح. واش درت كاس تاع زيت الزيتون. اللي ما عندهاش معليش، ولا ديروا نص نص زيت زيتون، زيت المائده. بالزيت الزيتونه يا البنات يا اما واحد البنه واحد الحاجه صحيه. الله الله، شوفوا لهنايا تبقاو هكايا تحركوا 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 بلا ما ديروا الماء. هذاك الحشيش كي ترحيوه رطب بالاشواع ولا هو راح يطلق الماء تاعو، فهمتوا؟ يعني حتى تولي لكم مشمخه، تبقاو هكايا تحرحروا كيما نحرحروا المقروط حتى شوفوا كيفاش تعجن. شتو كيفاش تعجن؟ هنا دا يبان بليك شغل درت الماء، ما درت الماء لا والو، هذاك غير الماء تاع الحشيش، فهمتوا؟ واذا شفتوا يعني ناشف، يعني ما حبش هكا ما شوفوا انا ها بلا الماء، شوفوا كيفاش تكورت. ديروا شويه تاع الماء، شوي 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 4 كاس ولا، بيسك قلت لكم الحشيش يطلق كميه كبيره تاع الماء. وما ديروش رقيق رطب وما ديروش متوسط، لانه العجين هذاك يتعجن ويجوا معجنين. شوفوا هنايا بعد ما خدمت مليح ذاك العجين كورتهم كويرات صغار بيسك ما ديك يكبروا يتنفخوا، ودرت قدره وكسكاس. شوفوا حنا في ولاية تيبازا بصفة عامة حتى في البليدة وكامل هذو حشيش كويرات كاين اللي ياكلوهم حتى 2 مرات في الأسبوع. حنا نديرو كسكاس معمر يشد لنا 3 أيام 4 أيام، وغير يخلص نزيدو نديرو كونتيتي واحدة أخرى. حنا نروحو للجبال نلقطو هاد الحشاوش ولا نشروهم كيما كاش نشروهم. حنا ماذا بينا على العام، حنا على العام ناكلو هاد الحشيش كويرات على العام، فهمتوا؟ يعني لازم يكونوا، حنا ما نقدروش نستغناو عليهم.
هذه حاجة ضرورية. وكما تشوفوا البنات درت في الكسكاس ودائما بعدهم على بعضهم باش ما يلصقوش. ندير الطبقة الأولى، نفور هذه الطبقة الأولانية واحد 5 دقائق، ومن بعد كنزيدو عليها الطبقة الثانية هكا باش ما يتعجنوش وما يبقاو هكا شوية مكورين. فهمتوا؟ واللي حابة ديرهم ك مشروع منزلي، طيب الطبقة الأولانية كي طيبها واحد 30 دقيقة تنحيها، ثم تزيد طيب طبقات باش يبقاو لها على الشكل تاعهم مكورين. حنايا نطيبوا الطبقة الأولى 5 دقائق ومن بعد نزيدوا فوقها وهي رايحة حتى وين يطيبوا. مدة الطي حوالي 40 دقيقة حتى 50 دقيقة على نار متوسطة في كسكاس. نغطيو هذاك الكسكاس ونخلوهم يطيبوا حتى يتبدل اللون تاعهم، هذا اللون الغامق الفارمينيتا كما راكم تشوفوا. هاي ليكم يعني ان شاء الله يعني الفيديو يكون واضح، يعني باين كيفاش داير. تقدموهم على عدس ولا تشربوا بهم قهوه ولا تاكلوهم هكذاك ولا ديروهم مع البصل، كل واحد ياكلهم كما يحب. اما في الاسواق خياتي راهم يتباعوا 10,000 للحبه، الحبه تكون كبيره. في تيباز راهم يبيعوا واحد عند فضاء الحرفيين لداخل واحد الخيمه يبيعوهم 10,000 للحبه مطوفين، بصح عمرهم ما يكونوا كما تاع الدار، يعني يكونوا دائما ناقصين بنه، يعني ماشي كما تاع الدار. فهمتوا؟ بصح تلقاوهم تما بنان على كل حال، بصح ماشي كما تاع الدار. هادو هما. وكما راكم تشوفوا كي نكثروا الحشيش، شوفوا يعني اللون تاعهم كيفاش يجوا معمرين حشيش ويجوا بنه، ماشي كي تكثروا العجين السميد يجوا معجنين ويجي اللون تاعهم ابيض ماشي شابين. كش راكم تاكلوا في العجين، ماكمش تاكلوا في الحشيش كويرات، يسموهم حشيش كويرات ماشي عجين كويرات. هكذا خياتي. المهم وصلنا لنهاية الفيديو، ولا هنايا عصرت شوية تشينا ومندارينا هكذايا كما نقولوا طبيعي في طبيعي. المهم اللي حبات تشوف قناتي الأساسية يسموها مطبخ وتدابير التيبازية. أتهلاو في روحتكم وإلى الملتقى إن شاء الله. سلام.